ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا فرحان قوي بصراحه من النتيجه ومن اللي حصل. واللي ما يعرفش يا جدعان، فانتوني جوشوا كسب جيك بول بالكي او في الجوله السادسه، وجيك بول الفك بتاعه اتكسر. بس قبل ما نبدأ نتكلم عن الماتش ونحلل ونشوف ايه اللي حصل، انا في اشاعة قريتها من كام يوم ضحكتني فشخ بصراحة، وهي يا صديقي ان انتوني جوشوا جاب الكسندر اوسيك عشان يساعده في التمرين وعلشان يجهز للماتش بتاع جيك بول. انت متخيل كمية الضحك اللي في الموضوع؟ عارف انت اللي هو تكبير المواضيع عند اهلي، فاهم؟ ماما انا جبت 9.5 من 10 في الامتحان. ابني فاشل. حاسس ان انا طولت شويه في المقدمه، فيلا بينا نخش نتكلم في الماتش بسرعه. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، بس كده يلا بينا. اول نقطه هنتكلم فيها يا صاحبي، هل الماتش كان مسرحيه ولا لا؟ هقول لك يا صاحبي وباكد لك مليون مره ان الماتش ده مسرحيه وسكريبت مكتوب. تقول لي ايه ده ازاي؟ مش انتوني جوشوا كسب وده اللي كان المفروض يحصل؟ هقول لك يا صاحبي مسرحيه لان الكيو حصل في الجوله السادسه، ولو في حد عاقل شايف ان جيك بول يقدر يقف قدام انتوني جوشوا 6 جولات كامله، كده جيك بول يبقى اقوى من فرانسيس نجان. لان اللي ما يعرفش، قبل كده اصلا حصل ماتش بين فرانسيس نجان وانتوني جوشوا، وانتوني جوشوا كسب في الجوله الثانيه. وجيك بول خسر في الجوله السادسه على عكس فرانسيس نجانو اللي خسر في الجوله الثانيه. فكده بقى يا صاحبي احنا نخلي جيك بول يلعب على اللقب بقى، فاهم يعني؟ لو انت مصدق ان دي مش مسرحيه. وبعدين عايز اقول لك اصلا لو انت ما خدتش بالك يا صديقي، اول جولتين في الماتش كانوا سلبيين فشخ، اللي هو انت فاهم، كان فعلا ده اكتر جولتين سلبيين شفتهم في حياتي. الجولتين الكاملين يعني 6 دقايق كامله يعني انتوني جوشوا عمال يلعب جاب 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 جاب، فاهم حاجه؟ وجيك بول عمال يلف حوالين البتاع كده، حوالين الرينج، فاهم؟ انا معاك يا صاحبي ان اول جوله دايما بتبقى هاديه والاتنين الملاكمين بيدرسوا بعض، بس مش كده يعني. وبعدين هي جوله، هنا بقى كان جولتين، يعني ما جولتين مفيش ملاكمه اصلا، فاهم؟ تمام، احنا كده متفقين ان اول جولتين دول ما يتحسبوش ان هم ملاكمه ولا في اي حاجه اصلا، فاهم؟ مع بداية الجولة الثالثة بقى صديقي، بدأ أنتوني جوشوا إن هو يضغط بجد شوية على جيك بول، وجيك بول كان الرد بتاعه على الضغط بتاع أنتوني جوشوا اللي هو عمله ده إن هو حول الماتش من ماتش ملاكمة لماتش مصارعة حرفيا. هتقول لي إزاي يعني؟ أقول لك يا صاحبي في 3 أو 4 مرات تقريبا أنتوني جوشوا وقع جيك بول فعلا، يعني هو عمل معاه حركات مصارعة وقعه فعلا. ده غير الكلينشات اللامتناهية اللي جيك بول كان عمال يعملها بقية الجولات، أو تحديدا يعني في الجولة الثالثة والرابعة، لا كل ما يلاقي نفسه محاصر كده في الكورنر بتاع الرينج، فاهم؟ يروح ماسك في جوشوا ويقع، يعني نشوف مين فيهم اللي هيقع. ماتش مصارعه بقى خلاص، فكك من الملاكمه. والحكم طبعا بيجي يفصلهم ويروح مرجعه من النص. انتوني جوشوا يضغط عليه، يروح عامل كلينش ويروح موقعه. ده مش فاهم انت عايز توصل ليه يعني؟ بس عشان ندي لكل واحد حقه بصراحه، جيك بول في نص الكلينشات والحركات العبيطه اللي كان عمال يعملها دي وصل لوش انتوني جوشوا كذا مره واداله ضربات مؤثره فعلا. هي مش مؤثره قوي يعني، بس اسمها ضربات. بس جيك بول عمل ابر كات حلو قوي بصراحه، ولو كانت جت صح شويه عن كده كان مش بعيد نشوف انتوني جوشوا وهو بيقع اصلا. فقشطه عدوا الجوله الثالثه والرابعه، ولكن مع بدايه الجوله الخامسه يا صديقي كل الخدع والحيل اللي كان بيعملها جيك بول انتهت من عنده. وانتوني جوشوا تحس كده اللي هو ايه، خلاص انت طولت معايا قوي، فاهم؟ وقع مرتين يا صديقي جيك بول في الجوله الخامسه، بس قام وقف وكمل. وفي الجوله السادسه يا صديقي وقع جيك بول بالضربه القاضيه وفكه اتكسر. هو احنا ما اتصدمناش قوي، احنا اتصدمنا ان هو وصل للجوله السادسه مع انتوني جوشوا اصلا. بس في حاجه ثانيه ضحكتني في الماتش، ان طول الماتش كل ما جيك بول يلاقي نفسه محاصر ويتضرب من انتوني جوشوا يروح مطلع له لسانه. انا مش فاهم يعني، اللي هو بيقول انا مش حاسس وكده، واضرب زي ما تضرب، يعني اللي هو ايه، عارف انت الراجل بتاع ما تقدرش، اللي هو يلا بدل ما مد ايدي عليك الليله دي ما تهزر يا ابني انت عمال تتضرب يا ابني، يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش فاهم بصراحه ايه العبط اللي بيحصل ده. فخلاص اوكي يعني الماتش خلص. وهزيدك ضحك يا صاحبي على اللي كان بيحصل في الماتش، ان انتوني جوشوا جاله جنون العظمه فشخ، اللي هو مشي كده في نص الحلبه ورفع ايده كده وقال نادى على تايسون فيوري او الكسندر اوسيك مش فاكر، وقال ان هو عايز يلعب على لقب العالم ومش عارف ايه. لا انت كسبان واحد ما بيلعبش ملاكمه اصلا، انت ايه اللي مفرحك كده وعمال يمشي في النص بقى وبتاع؟ انت مجنون يا عم انت ولا ايه؟ عارف انت لما تضرب اخوك الصغير وتحس بجنون العظمه الجامد قوي ده؟ هو انتوني جوشوا جاله نفس الاحساس. وعارف الضحك فين بقى يا صاحبي؟ بجد الضحك ان فعلا انتوني جوشوا ممكن يلعب على اللقب بعد اللي عمله ده. يعني لو بالسهوله دي انا ممكن العب جيك بول على فكره واكسبه عادي واروح العب انا على اللقب لو مفيش مشكله يعني. طيب بعيدا عن الضحك والهزار وبعيدا عن الماتش برضه، انا كده خلصت كلام عن الماتش، ما عنديش حاجه تانية اقولها. بس انا عايز اقول حاجه بجد بقى يا جماعه، هو احنا هنفضل كده لحد امتى؟ اقسم بالله يا جدعان منظمين الملاكمه دول يعني حاجه كده بنت كلب بصراحه. يعني الام عمالين نقول الام ام ايه عمال ياخد منك الجمهور وانت عمال تضيع، وسهم الجماهير واقع قوي، وكفايه كفايه كفايه.
عايزين مطوشه حلوه، عايزين نشد الناس للملاكمه. جيك بول ايه اللي يتلعبوا ملاكمه انت في وقت زي ده؟ بجد انا نفسي افهم الناس دي بتفكر ازاي. ما هي الفلوس مش كل حاجه يا جدعان. ما انت دلوقتي جيك بول انت فرحان بيه عشان بيجيب لك فلوس حلوه وهو اللي بيتضرب ومش عارف ايه وكل الكلام الجميل ده. طب وغير جيك بول يعني انت خلاص يعني المحتوى كله بتاع الملاكمه بقى ان جيك بول بيتضرب. عارفان دي بقت حاجه عبيطه جدا ومش عارف الناس دي بتفكر ازاي. يعني انت شايف دانا وايت مدي وقته كله وبيفكر كل يوم ازاي يطور من اليو اف سي والام ام اي وهنجيب ده يلاعب ده ومش عارف ايه، وانت عمال تجيب جيك بول تلعبه ويتضرب. ومهزله اصلا، يعني دي مهزله حرفيا. مش عارف الصراحه اقول ايه عن اللي بيحصل ده. اكتب لي رايك في التعليقات لان انا متعصب قوي بصراحه، فاكتب لي رايك انت شايف نفس اللي انا شايفه ولا ايه اللي بيحصل. بس يا شباب اظن ان دي كانت نهايه الفيديو. أه... قبل ما نقفل ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وبس كده. سلام.